إذا الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا الآن هنايا قدام المستشفى المحلي ديال مدينة أحسير. هذا هو المستشفى الجديد اللي انتهت الأشغال به ومازال الأمور ديال تدشين العمل به ما بانتش. إذا الإخوة الكرام، مستشفى بواحد الهندسة معمارية جميلة، الموقع ديالو جميل، ولكن فوقاش يتفتح الله أعلم. اذا الساكنه ديال مدينه احفير اللي انتظرت هذا المستشفى على مدى سنين، وبعد 10 سنوات من النضال امام باب هذا المستشفى من اجل احداثه، ها هو المستشفى. ولكن اين هو وزير الصحه؟ وزير الصحه وعدنا انه غادي يبدا العمل ديالو في شهر 7. اذا شهر 7، شهر 8، شهر 9، شهر 10، شهر 11 أنا داخلين فيه، للأسف مازال ما بانت حتى شي بوادر على الشروع في العمل به. إذا رسالة موجهة للسيد وزير الصحة. السيد وزير الصحة، كنت وعدتنا أنك غادي تفتح هذا المستشفى في شهر 6. الزيارة ديالك الفزوان كنت ديت تصريح، قدمت تصريح امام وسائل الاعلام وامام السلطات وامام المنتخبين وامام البرلمان انك تفتح في شهر 6، نهايه شهر 6. اذا رانا 3 شهور كليطار على شهر 6، ولكن مازال ما كاين والو. من هذا المنبر كنوجهوا النداء ديالنا للمسؤولين بالاسراع بفتح هذا المستشفى، اللي هذه الاشغال كملت به تقريبا سنه او سنه ونصف، ولحدود الساعه مازال ما بان. هذا المستشفى يا خوتي راه قعدوا فيه 5 سنين، 5 سنين او 6 سنين وهما الاشغال غادي نفتحوه، ولكن لحدود الساعه مازال ما كاين والو. اذا الان امامنا هذا المستشفى. الساكنه ديال مدينه احفير خصها تطالب بفتح المستشفى، وكذلك المسؤولين المجلس الجماعي وكذلك جميع النشاط ديال مدينه احفير انهم يطالبوا بفتح هذا المستشفى. نتمنى ان شاء الله الكلمه تكون واحده ويتفقوا ابناء مدينه احفير باش تكون الكلمه ديالهم وهي المطالبه بفتح هذا المستشفى اللي حنا في حاجه اليه. راكم تشوفوا الاخوان كيطلعوا حتى الوجده، كيطلعوا حتى البركان باش يديروا لي زاناليز، باش يديروا لي غاديو، باش يديروا سكانير، وحنا ها هو كل شيء غادي يكون جاهز. ولكن للاسف ان المشكل ديال الوزاره مازال ما حددتش علاش هذا الروتار وعلاش ما فتحتش هذا المستشفى. يعني الا بقينا نبنيو الحيوط ونبقاو نتفرجوا فيهم، فمن الاحسن ما نزيدوش نبنيو هذا الحيوط، نوقفوا وما نبقاوش نخسروا الفلوس ديال المال ديال الدوله بهذا الشكل، اننا نبنيو بهذا الشكل تقريبا 6 المليار اللي تخسرت بالتجهيز وبالبناء على هذا المستشفى، وها هو لحدود الساعه مازال مستوى. نتمنى ان شاء الله الرساله توصل، وفي لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.